أسس غطاس خاطر ماشي ان كور نو دي كور سي بروغرامير كلي دونك نحوج فريمون ان يسوسم ليلاف ويجيني انا ويوم يظن باش نقص يعقل اللي بلا قاعد يهضر بلي الفات الاولى هي الاهم في الا قاعد يسوسم مليح وموان سنة سوايع غير سي امبورطون خاطر الباك هذه اللي في 3 سوايع غير سي اوفيسيال دونك وين يبغى هذا يخضر هذه يخضر داكور هذا يخضر ما ديو ولا ديو مي يهضر ولا باش ولا نبدا بليش يهضر سي با لابيل إليف هذه تعاود خاطر ما إلا غادي تعاود بلي حتى يفهم يحفظ أتصيك يحفظ داك ماشي أنت دونك سي اون ريفيزيون يوكل لله أدي يشفو الباك تجي الفائدة هذه هي الفائدة من المراجعة قبل البكالوريا دونك نبداو بعض الوثائق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المراجعة سنعتمد على الملفات ال5 لأن الملف السادس هو حجة الوداع. حجة الوداع يكفي للتلميذ أن يسمعها وهي موجودة داخل الانترنت موجودة درناها يعني عندها 50 دقيقة. الملف السابع مستبعد وهو القيم المالية والاقتصادية. الملفات ال5 الأولى عادة في البكالوريا يكون الموضوع الأول الملف الأول والموضوع الثاني الملف الثاني من هدي القرآن الكريم ومن هدي السنة النبوية الشريفة يعني عادة. إذا نبدأ بالملف الأول التلميذ ماذا يركز عن تعاريف يحفظها الآن كي نقولوا تعريف اللي ما يحفظوه الآن. الأمر الثاني إذا ذكرنا بعض من شروط أو الأركان في القياس أو في عقائد لازم يحفظها التلميذ الآن. هذه يعني 3 ملاحظة. الفوائد نحن لا نذهب لكي نشرح الفوائد لأن الآية لا نعرف ما هي الآية التي تعطى فالتلميذ عليه أن يستخرج فائدة لها معنى بتعبيره الخاص ولا يحفظ الفوائد لأن الفوائد على جميع الآيات ولكن في البكالوريا تأتي آية واحدة تأتي آية مثلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب تأتي الآية هذه تأتي بالفوائد من الآية وليس من الدرس. هذه ملاحظات. والفائدة لا يجب أن تكون كلمتين مبتدأ وخبر أو جر ومجرور. يلزم يقول التلميذ في هذه الآية يأمر الله بكذا الحديث يحث على العمل. أما هذه الكلمة تقريبا دائما الصفة في الفائدة والفائدة دائما موجودة في البكالوريا هو إن تكون جملة مفيدة على الأقل سطر أو سطر ونصف ولا تكون فقرة صفر لأنها لابد تكون مركزة ولا يجب أن تكون مكررة مثل وجوب العدل بين الأولاد تحريم العدل بين الأولاد. هذا فائدة واحدة نقبلوها لأنها تكرار حرام وحلال حرام وواجب لا. هذه ملاحظات العامة. مازال بعض الملاحظات إذا ذكر تحدث عن قيمة كذا قيمة الإحسان فعلى التلميذ أن يكتب فقرة ولا يكتب جملة وجملتين لأن في بعض الأحيان يقول لك لابد أن نجد 3 أفكار والفكرة التي دائما نقبلها هو الشاهد. مثلا في الإحسان يعرف الآية وبالوالدين إحسانا نقبلها هذه فكرة لأنها آية. في الحديث نفس الشيء تحدث عن مثلا في كذا فلا بد إذا جاء
التلميذ بآية وحديث فهي فكرة مقبولة، وإلا يلزم للتلميذ يقوم بفقرة على الأقل نصف ورقة، نصف صفحة، أريد أن أقول نصف صفحة، ما تكتبليش جملة وجملتين، لأن لا ندري كم من فكرة تطرح وأنت ما تقدرش هذا مع الأستاذ ما يقولكش أعطي فكرة ولا فكرتين، لا، هذه بصفة عامة ملاحظات يمكن نعود إليها في آخر المراجعة. إذا نبدأ بالدرس الأول. الدرس الأول في الملف الأول وهو من هدي القرآن الكريم، وهو وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. العقيدة من حيث اللغة هو الربط، عقد شيء عقدة شدة من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح هي بعض الأمور التي يغمي